تكملة فيديو الرسالة إلى أهلنا الموحدين. إن أدب الحياة الذي تعلمناه في بيوتنا يتناقض تماما مع مصالح البعض من الدول التي تتقن المتاجرة بالأزمات وبدماء الناس وآلامها بهدف تحقيق مصالحها ومكاسبها على طاولة المشاريع السياسية. فأدب الحياة لدينا يقول إن من يفتح يده للمصافحة يملك قدرة على المناورة أكثر ممن يغلق قبضته. نحن الموحدون أصحاب البيت العربي الأصيل، ولسنا أقلية تبحث عن كفيل مرتزق. نحن أصل في هذا الشرق، لذا إن تمسكنا بالوحدة الوطنية وبالعروبة هو فعل سيادة وليس استعطاء للأمان. لذلك يجب أن لا نسمح لخطاب الخوف والانغلاق أن يضيع تاريخنا وحاضرنا ويضعف هويتنا المتجذرة وعمق أصالتنا وثقافتنا الأصيلة. نحن القلب من هذا الجسد العربي وسنبقى، لذا لابد أن نستمر في البحث وعدم الانقطاع عن الحاضر والحاضنة العربية رغم مرضها وضعفها وتشتتها الفكري والثقافي. فهذا هو فعل الحياة الحقيقي ونزعة البقاء تعزيزا للوجود. فمهمتنا اليوم أن نقدم الدواء لهذه الجراحة بدل أن نضع الملح عليها، ونكمل في عملية البحث عن تلك المساحات البيضاء التي يمكن أن تجمعنا مع الآخرين لاستعادة الحياة والأوطان. فالهدم سهل، أما البناء فهو جهاد الأقوياء.